اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. حبيت ارجع بقى معاكم بمناسبة حلوة كده عشان اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. بقالي كتير جدا بغياب بعيد عنكم بسبب ظروف كده، هبقى احكي لكم عليها بعدين. بس طبعا ايه، دي مناسبة حلوة، قلت اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ونقضي مع بعض كده اليوم واحنا مبسوطين وفرحانين بمناسبة كده حلوة، بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل سنة وانتم طيبين، يعيد علينا وعليكم الأيام بخير يا رب، اللهم آمين. حبيت كده أرجع في مناسبة حلوة كده، علشان احنا طبعا بنتجمع دايما مع بعض في المناسبات والأعياد والحلو والوحش مع بعض. بقالنا مدة عايشين كده ايه، اخوات وصحاب وحبايب. بنقضي كل المناسبات مع بعض، بنفرح مع بعض، وكل ظروفنا بنقضيها مع بعض. وشكرا جدا 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 للناس الحبايبي الاخواتي الحبايبي اللي سألوا عني فترة الغياب اللي كنت غايباها. زي ما قلت لكم كده هقول لكم كل التفاصيل في فيديو تاني بقى ان شاء الله. كل التفاصيل اللي حصلت وكل الظروف اللي كانت السبب ان انا بعيد عنكم الفترة اللي فاتت ديت. بس طبعا وحشتوني جدا جدا. وحبيت ان انا ايه اقول لكم طبعا كل عام وانتم بخير، بمناسبة المولد النبوي الشريف، اعادها الله علينا وعليكم بالخير يا رب، اللهم امين. طبعا احنا متعودين ان احنا بنشتري الحلاوة كده مع بعض، حلاوة المولد. بصوا بجد تشكيلة حلوة قوي قوي السنة دي، والاسعار يعني مناسبة. ممكن ناس تقول غالية شوية، بس هي طبعا احنا عارفين ان كل حاجة غليت، وكل حاجة الأسعار ارتفعت بالنسبة للسكر والمواد الخام يعني اللي بيستخدموها وكده. فطبعا يعني زي أي حاجة بتغلى. الأسعار السنة دي في الكيلو ب100، والكيلو ب130، والكيلو ب160، حسب المنطقة والمكان اللي انت هتشتري منه، أو إذا كان مكان جملة أو إذا كان يعني المكان ده بصراحة أسعاره حلوة جدا. انا متعودة عليه بقالي كذا سنة، وحتى في الفيديو كمان كان الراجل صاحب المكان قال ان احنا زباينه من زمان يعني وكده. فحبيت كده ان انا اشارك معاكم. تعالوا بقى كده نشوف مع بعض الانواع والاشكال والتشكيلة الحلوة قوي قوي بجد. في كمان حاجات جديدة السنة دي منزلينها، بس بصراحة انا مرضتش، مش كل حاجة جبت منها لان في حاجات اولادي مش بيحبوها. طبعا احنا عارفين اللي هي الشكلمة وجوز الهند والحاجات اللي هي بالقمر الدين دي لا يعلى عليها ومحدش بيختلف عليها ابدا، وكل اولادنا بيحبوها. طبعا الشكلمه دي بنتي بتسال عليها اول حاجه في العلبه طبعا. اول ما لقيتها كده رحت حطاها في العلبه اللي انا المفروض ان انا بجمع فيها الاوردر بتاعي. وبعد كده بيوزن بقى ويحاسب. في كذا مرحله كده بيعدوا عليها يعني. اول حاجه بتاخدي الطبق بتنقي فيه كل اللي انت عايزاه، وبعد كده بيحاسبك بقى الكاشير، يعني بيحسب الحساب بتاعك قد ايه، وبعد كده بتخشي بقى ايه لمرحلة التقفيل بقى والعلبة ورص العلبة وكده. طبعا بسم الله ما شاء الله الحاجة صابحة جدا. ريحتها وطرية كده وطازة وفريش ما شاء الله. بجد يعني كل حاجة، النوجة بقى والجوزية والمكسرات والحاجات دي كلها بالقمر الدين بقى، والنوجة والملبن والحاجات دي ما شاء الله. انا كنت هنا اداني الطبق قال لي نقي فيه اللي انت عايزاه، علشان كل حد بينقي الحاجة على مزاجه يعني. فهنا صراحة كان بيقول لي ما شاء الله ان انت منقية الحاجة اللي هي ايه الحلوة اللي انت بتحب الاولاد كانوا بيحبوها يعني وكده. هو طبعا عارف ان احنا بنتعامل معاه من زمان، وما شاء الله يعني حاجتهم ما شاء الله صابحة وكويسة جدا، واسعارهم كمان حلوة. يعني الكيلو بقولك ب130، وفي ب100، وفي ب120، ويعني في حاجات تانية بقى مثلا 150 160 كده. بس هو ما شاء الله عنده حاجات صابحة وجميلة جدا، يعني تحس ان الحاجة كده طعمها وريحتها طازة. فهنا طبعا ايه بقى بيوزن ويحاسب بقى ويحسب الحسبة بتاعت العلبة بتكلف قد ايه وكده، وبعد كده بنخش بقى المرحلة التانية اللي هي التغليف. بس قلت اقول لكم بقى كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يا رب كده يكون يعني ايام مفترجة، وندعي دعوات كده ربنا يتقبلها مننا ان شاء الله.
وحشتوني جدا جدا بجد والله، ويعني مش قادرة اقول لكم انا الفترة اللي فاتت ديت كنت بعيدة عنكم، بس كان غصب عني والله. هنا بقى دخلنا لمرحلة التغليف. كل حد بيمسك الطبق كده اللي هو جمع فيه الاوردر بتاعه وحاسب عليه خلاص، وبيخش بقى ايه للشخص اللي بعد كده علشان يحطها يرصها بقى في العلبة ويغلفها وكده. والعلبة ما شاء الله قيمة جدا، وتحسي كده ان هي ممكن يعني لو هتروحي لزيارة او موسم او حاجة بتبقى ما شاء الله شكلها كده قيم وكويسة. طبعا هنا اللي بيلف دوت ما شاء الله عليه، بس بيلفها ازاي طريقة حلوة جدا. ابتدى بقى ان هو يلف كل العلب كده علشان طبعا ايه خلاص دي اخر مرحلة تغليف والتكييس بقى وكده. آه حبيت اعيد عليكم كده واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب كده ما نحرمنيش منكم ابدا، ويا رب تنينا دايما متواصلين اخوات وصحاب، وما تحرمش منكم ولا من سؤالكم عليا في الفتره اللي فاتت. وان شاء الله كده في الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم سبب غيابي وسبب بعدي عنكم، وكان غصب عني ازاي وقد ايه انا كنت متضايقه وزعلانه. بس ما حبيتش بقى ان احنا نفتح الكلام المرة دي علشان مناسبة سعيدة زي ديت. حبيت اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. دي بقى التقفيل بتاعة العلبة، وبيرصها كده كل مثلا اللي هي السودانية مع بعضها، والحاجات اللي كل قسم كده من الحلويات بيقسموا كده مع بعضه. بحيث ان الرصة في الاخر تبقى شكلها حلو. اوريها لكم دلوقتي. الرصة في الاخر فعلا شكلها جميل جدا منسقة كده، واول ما تفتحي العلبة كده تلاقي شكلها كده جميل، وتحس ان هي ايه كده مرصوصة رصة حلوة يعني كويسة. كل سنة وانتم طيبين. قولولي بقى عندكم اسعار الحلاوة السنة دي ايه؟ حلاوة المولد هنشوف كده نفس الاسعار اللي عندنا ولا انهي منطقة؟ كل منطقة طبعا اكيد بتختلف عن التانية، بس يعني بتبقى الاسعار متوسطة يعني متقاربة بين بعضها. هنا بقى ايه ينزل كل اللي في الطبق كده على الترابيزة، وبيبتدي بقى يجيب العلبة ويرص كده زي ما قلت لكم، وهتشوفوا بقى الشكل النهائي في الاخر هيعجبكم ان شاء الله. قولوا لي بقى الاسعار عندكم كام؟ وهنا عندنا زي ما قلت لكم كده ان الكيلو ب120 وب130 و150 على حسب كل منطقة بقى زي ما قلت لكم. هنا بقى بيحط كل قسم كده لوحده علشان طبعا تبقى الشكل النهائي زي ما قلت لكم كده، يبقى الشكل النهائي حلو في الاخر. وفي نوعين ثلاثة كده لقيتهم جداد وحلوين، فحبيت ان احنا نجربهم وفعلا طلعت حلوة جدا. اللي هي زي الفورماشيه ديت جميلة جدا بجد، اللي احنا اول مرة بصراحة كانت تبقى موجودة عنده، وكنت ما مش عارفة اذا كانت هتبقى حلوة ولا لا، بس طلعت جميلة جدا. وطبعا الشكلمة والنوجة والمكسرات اللي هي السوداني بقى والسمسمية والحاجات دي طبعا دي الأساسية في العلبة طبعا. فكل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده يعيد علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. كل عام وأنتم بخير. يا رب يكون فيديو بسيط كده ولطيف على قلوبكم. وما تنسوش بقى اللايك والكومنت الحلو كده، وتقولولي الأسعار عندكم زي عندنا ولا لأ. ويا رب كده يعني يكون أيام مفترجة علينا وعليكم بخير يا رب، اللهم آمين. دي بقى كده الشكل النهائي للعلبة، وبصوا اللفة بقى زي ما بقول لكم كده اللفة شكلها حلو جدا. وده كان فيديو معانا النهاردة. السلام.